السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. إيه رأيكم في الجمال ده؟ ده بوريك الأفران. هنعمله بنفس طريقة الأفران بالظبط، بل بالعكس كمان هيبقى أحلى وأطعم إن شاء الله. طريقته سهلة جدا ومقاديره بسيطة جدا. طبعا البوريك دون ينفع يتقدم في الفطار الصبح مع كوباية شاي على لبن، وكمان ولادنا بياخدوه معاهم المدرسة زي السندوتشات بالظبط، وكمان طعمه لذيذ جدا، وكفايه ان انتي اللي عاملاه على ايديكي في البيت. مقاديره بسيطه جدا وسهله جدا. عايزين نعرف احنا عملناه ازاي؟ يلا بينا. بس الاول بستأذنكم اللي لسه ما اشتركش في القناه مستني ايه؟ يلا اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد باذن الله. يلا بقى نشوف الجمال والحاجه اللي يعني اللي تدفي دي بجد بقى، وروايح الشتاء والحاجات الجميله دي اتعملت ازاي. يلا بينا. مقاديرنا بسيطة جدا. معانا حوالي كيلو وربع من الدقيق، ومعانا كوبايتين لبن، ومعانا كوباية إلا ربع من الزيت، وكوبايتين زبادي، ومعانا كيس خميرة فورية، ومعلقتين صلصة، ومعانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعانا معلقة صغيرة من الملح، ومعانا معلقة كبيرة من الخل، وللتزيين معانا سمسم وحبة البركة. زي ما احنا اتعودنا في كل مرة بنقول ان احنا اول حاجة بنعملها مع المعجنات ان احنا بنختبر الخميرة بتاعتنا الاول. بنشوف هي صالحة ولا لا. بنجيب حوالي نص كوباية من المية الدافية، عليها معلقة من السكر، وعليها كمان كيس الخميرة الفورية، وبقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده بغطيهم واتركهم لحد ما الخميرة تبدأ تعلى معايا. تعالوا بقى نجهز الدقيق. بنجيب الدقيق بتاعنا. طبعا احنا قلنا مقدار الدقيق اللي معايا هنا كيلو وربع من الدقيق. طبعا ببدأ دلوقتي انزل بقى عليه ب المعلقة الكبيرة من البيكنج باودر اللي احنا قلنا عليها في المقادير، وكمان معلقة صغيرة من الملح. طبعا الحاجات دي كلها بنحط بقى مقادير الباودر كلها على بعضها، وبقلبهم كويس مع بعض. بعد كده بقى بجهز معايا الزبادي. كوبايتين الزبادي بفضيهم طبعا في بولة كده. طريقة البوريك سهلة جدا. وكمان بيبقى لذيذ والله خالص. انت ما بتعمليه على ايديكي بيبقى احلى من اللي بيجي من الجاهز كمان من بره. وبحط كوبايتين اللبن بالشكل ده على كوبايتين الزبادي، وبقلبهم، وبحط عليهم كوبايه الا ربع من الزيت. بقلب كل المقادير كويس زي ما احنا شايفين كده، وبحط عليهم معلقتين من الصلصه. صلصه الطماطم عادي خالص. بجيب معلقتين ده علشان يديني اللون، يعني لون العجين يبقى محمر شويه، وكمان بيدي طعم برضك يعني. خلاص كده هحط بقى معلقة الخل، هقلبهم كمان معاهم. يبقى انا حطيت كوبايتين اللبن، عليهم كوبايتين الزبادي، عليهم كوبايه الا ربع زيت، عليهم معلقة الخل، ومعلقتين الصلصة. بضيف كل بقى المقادير اللي هي السايلة دي كلها بحطها على الدقيق. طبعا العجينة كمان الخميرة كمان كانت اختمرت معايا اهيت. ما شاء الله نزلت بها وعجنت العجين بالشكل ده. ما شاء الله. اهم حاجة تعجنيه كويس عشان يديكي المطة الجميلة بتاعت العجين دي، ويبقى البوريك معاكي طري ما يطلعش معاكي ناشف. طبعا هغطيه وهتركه بقى واسيبه يخمر. هو بياخد وقت شوية في الخمر علشان احنا الجو برد دلوقتي. بس بغطيه كده وبحطه في مكان دافي، يقعد بقى معايا ساعة ساعة ونص، تبع الوقت بتاعه. هو خلاص ما شاء الله العجين اختمر معايا اهوت خلاص وبقى جاهز. طبعا انا بلفه تاني كده، وهبدأ بقى ان انا اشتغل بيه. هكور العجين وهعمل كور كده صغيرة علشان امسك كرة كرة كده وافردها. مفيش حاجة صعبة يا جماعة، كل حاجة احنا ممكن نعملها في البيت على ايدينا، وبتبقى بجودة اعلى كمان من اللي بتيجي من جاهزة. وغير انك بتوفري يعني بتوفر معاكي كتير، وحاجة نظيفة وحاجة بتقدميها لولادك بتبقي ضامنة نظافتها وجودتها على ايديكي، وبتبقى طعمها لذيذ جدا. هكور كده العجين بالشكل ده كده، اعمله كور.
علشان تبقى سهلة معايا في الفرد. هاخد كرة كرة كده وافردها. خلصت الكمية كلها وكورتها وغطيت العجين طبعا عشان ما ينشفش مني. وبدأت دلوقتي ان انا افرده، اجيب الكرة كده يعني ارش رشة دقيق بسيطة كده على الرخامة، وهبدأ افرد العجين بالشكل ده. طريقته سهلة جدا. هجيب فرادة كده فرادة عجين، واحاول ان هي تساعدني وافرد بقى العجين. انا بخلي السمك ما يكونش رفيع جدا قوي ولا يكون تخين قوي، في المعقول كده. وباي حاجه اي قطاعه عندك، لو ما فيش قطاعه استخدمي كوبايه زي ما انا استخدمت كده، كوبايه او مج الشاي العادي خالص. وبقطع بقى التقطيع زي ما احنا شايفين كده، على قد فتحه الكوبايه كده بالشكل ده. هخلص كل الكميه بالشكل ده كده. وهبدأ دلوقتي نشوف احنا هنعمل ايه. معايا طبعا صينيه هدخلها الفرن، تكون صينيه ألمونيا. يا ريت المخبوزات بالذات اللي هي المعجنات تخبزيها في الصواني الألمونيا، بصراحه بتبقى تحفه، ومفيش احسن من الألمونيا في سوي المعجنات. طبعا انا هنا بدأت الحشو طبعا. الحشو معايا عباره عن هنا معايا جبنه، ممكن تستخدمي اللانشون في الحشو، ممكن تستخدمي الجبنه الرومي، اي بصي اي انواع اي حشو انت حباه حطيه. بس طبعا البوريك بيبقى دايما بيبقى يعني حلاوته ان انتي تحشيه بالجبنه وباللانشون. وطبعا هنا انا اجيب قطعه هيت من اللانشون احطها في العجين بالشكل ده كده، ومعاها قطعتين من الزيتون. وابدا دلوقتي ان انا اقفل العجين. طريقه قفله سهله جدا. بحاول كده الفه بسيط، وبعدين ابطط عليه بسيط كده. خلاص كده، وهبدا ارص في الصينيه لحد ما كل الكميه تخلص معايا. ما شاء الله الكميه خلصت معايا هي. كيلو وربع دقيقة عمل لي كمية حلوة قوي. شوفوا بقى الكمية دي لو انتوا هتجيبوها من بره بتبقى يعني سعرها بيبقى ايه. طبعا هنا هنعمل بقى ايه حاجة كده عشان ندهن الوجه بتاع البوريك. هنجيب حوالي ربع كوباية من اللبن، عليهم معلقة من النسكافيه. هقلبهم كويس قوي. وبعدين هبدأ دلوقتي بفرشة كده وادهن وش البوريك ده، علشان يعطيني يعني التحمير بتاعه في الفرن يبقى شكله جميل كده، اللون الذهبي الجميل كده، يعني يبقى زي الجاهز بالظبط. دلوقتي بقى بعد ما دهنت كل البوريك بالشكل ده، دهنت الوش بتاعه. هبدأ دلوقتي اجيب حبة البركة. يعني انا بعمل ايه بقى؟ على الجبنة بحط حبة البركة. يعني البوريك اللي محشي بالجبنة بحب احط عليه حبة البركة. اما البوريك اللي محشي باللانشون بحط عليه السمسم. برش بقى اللي هو حبة البركة، وبرش السمسم على الوجه كده بالشكل ده كده. طبعا هو بيمسك على طول لاني انا دهنه الوجه بالنسكافيه اللي احنا عملناه. ده بيساعد برضك ان الوش يعني بتاع البوريك آه، رشة حبة البركة دي او السمسم بتمسك في الوش على طول بسبب النسكافيه اللي انا حطيته. وكمان بيديله طعم لذيذ جدا وجميل، وقيمته الغذائية بتبقى عالية طبعا.
هنا بقى الصينية ديت اللي انا بدهنها سمسم، ده محشي باللانشون، باللانشون والزيتون. طريقة سهلة جدا، وكمان يعني عمايله بسيطة ومقاديره بسيطة، وان شاء الله ما بياخدش وقت معاكي خالص. حتى في الفرن ما بيغيبش، يعني تخلي بالك علشان ده بيستوى بسرعة معاكي في الفرن. طبعا يكون الفرن سخن معايا على درجة 180. بدخل البوريك فيها، بس بسيبه يرتاح شوية لمدة 10 دقايق، وبعدين ببدأ ان انا ادخله الفرن. ما شاء الله هو خلاص استوى اهوت وطلع من الفرن. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد طعمه لذيذ جدا، مخلي ريحة البيت بجد جميل قوي وهو بيستوي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. مش يعني هتشتروه تاني من بره ابدا. لو انتوا جربتوه مش هتشتروه من بره تاني خلاص. يا رب النهاردة يكون الفيديو او وصفتنا تكون عجبتكم، تكون سهلة جدا. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واللايك. واترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.